ما أن انطلقت كراديس العزة والكرامة في ميدان احتضن آلاف الملبين لدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر لإحياء يوم انتصار المقاومة الوطنية ضد الاحتلال والتوجه لمرحلة ما بعد الجلاء، حتى أذعن العراقيون بمختلف انتماءاتهم العرقية والمذهبية لمرحلة صنفت على إنها الأهم في سبيل تحقيق المبتغى نحو البناء والإعمار. وإن كانت المرحلة السابقة مرحلة مقاومة عسكرية وسياسية، فلتكن المرحلة القادمة مرحلة بناء وسلام للعراق وشعبه ودولته. والنصر لكم أيها الأحبة في الجيش العراقي وكافة الأجهزة الأمنية التي لطالما ساعدت وأيدت وناصرت المقاومة الشريفة، إلا من شذ منهم وندار. حتى لم تعد الشوارع فيها متسع للوقوف، اكتظت الجماهير محية المواقف الوطنية التي يتبناها أبناء التيار الصدري في وهج استقرأه المشاركون من رجال دين وساسة على إنه وكما عودنا أبناء الشعب العراقي بردود فعله المناهضة للطغيان وعنجهية الاستكبار. هذا التجمع يمثل الثمرة النهائية للشعب العراقي، يمثل الثمرة النهائية للمقاومة، يمثل الثمرة النهائية للمرجعية، يمثل الثمرة النهائية للقيادة. فبالتالي لابد العراقيون أجمع يحتفل اليوم، فنشاهد السني والشيعي العربي التركماني الكردي المسيحي كلهم جاءوا مشيا على الأقدام إلى هذا المكان من أجل أن يقولوا كلمة لا بوجه الاحتلال ويفرحوا بهذه الكلمة الذي تعلموها من الشهيد الصادر عندما قالها في الكوفة وطبقوها عمليا منذ 2003 إلى هذا اليوم، وأنتج بثمرة بخروج الاحتلال. فبإذن كلمة الوحدة عندما كنا نقولها تجسدت اليوم بهذا المهرجان النهائي والاحتفال النهائي إن شاء الله. لهذا يوم الوحدة الوطنية، يوم السيادة والاستقلال، حيث استطاعت القوى الوطنية الخيرة وكذلك التيار الصدري وكل القوى الوطنية بتكاتفها ووحدة كلمتها في أن تنتزع سيادة العراق، وبالتالي ترتفع راية العراق عالية. اليوم العراق خرج بعدما رأينا المظاهرات المليونية الكبيرة التي خرجت لكي تطالب بجلاء الاحتلال، اليوم جاءت لكي تقول شكرا لله وشكرا للشعب العراقي الذي ساهم بإخراج المحتل. اليوم سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر أعزه الله دعا جميع العراقيين بكل أطيافهم بكل أفكارهم بكل اتجاهاتهم أن يأتوا إلى هذا الكرنفال الكبير باحتفالية كبرى لجلاء المحتل من العراق، والحمد لله رب العالمين. إذن فمواقف الشعب العراقي وبما قدمه من تضحيات على طريق الشهادة كررت الآن بوطنيتها التي تدلي برسالة إلى كل الكيانات السياسية المنضوية تحت خيمة العراق بالتوجه لتحقيق ما تقتضيه مصلحة البلاد. من بغداد إبراهيم الجاسم، المسار.